لو انت اول مره في حياتك تعملي الفطير هيطلع معاكي جميل جدا، وزي ما انت شايفه كده مقرمش من بره وطري وجميل قوي ومورق من جوه، ومن غير ما تحطي سمنه كتير ولا زيت ولا اي حاجه. هنحط نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، واي نوع عندك بقى، سمنه بلدي، عندك سمنه نباتي، عندك اي نوع سمنه هنشتغل بيها. طبعا يفضل السمنه البلدي، لكن احنا عايزين نعمل حاجه تنفع جوع اخر الليل، ما بنبقى قاعدين كده سقعانين في الشتاء وعايزين ناكل بقنا يلعب باي حاجه، فاحنا هنلعب ببقنا، هنلعب بقنا بالفطير. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه حبايبي الغاليين؟ الناس الجميله، الناس اللي بتتابعني، بشكركم جدا جدا من كل قلبي. والناس الجديده اللي بتشرفني، اهلا وسهلا بيكم وكلكم على راسي. يلا بقى نشوف عملنا الوصفه الخطيره دي ازاي. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وهنجيب نص كيلو من الدقيق، وهنحط عليه كمان معلقتين كبار من السكر، اي نوع سكر بقى، سنترفيش، سكر ناعم، اي حاجه. هنا انا بحاول اوريكم ان احنا بنوزن الدقيق، يعني بالكوبايه المعياريه 125 جرام دي حطينا منها 4 كوبايات. تمام. وبعد كده هنقلب السكر كويس مع الدقيق وننزل عليهم بميه دافيه، مش سخنه ومش ميه زي دمعه العين كده. وهنبدأ ننزل بكوباية المية، طبعا كل نوع دقيق بيختلف غير التاني، فاحنا هنحاول ايه ننزل واحدة واحدة علشان خاطر ممكن يزيد شوية ممكن يقل شوية على حسب نوع الدقيق. هو هياخد كوباية ونص مية، انا هنا النص كيلو اخد مني كوباية ونص. ممكن ياخد من حد تاني اكتر شوية، ممكن اقل، على حسب نوع الدقيق زي ما قلنا. هنبدأ بقى نقلب العجين كده واحدة واحدة. على فكرة انا اول مرة في حياتي بجد اعمل الفطير بالطريقة دي. الفطير الفطير بالطريقة دي، بس بجد حلو قوي قوي قوي، وما اخدش مني 10 دقايق. في اتنين انا عملتهم على الطاسة بس اتاكلوا بالهنا والشفا، ما استنوش للتصوير الصراحة. انما التانيين اللي انا حطيتهم في الفرن كانوا حلوين جدا. اللي في الطاسة انا كنت عاملاه رقيق شوية، لكن النص كيلو هيعمل معاكي فطرتين كبار حلوين قوي، اكبر من اللي انا عملتهم. ده لو هتدخليهم في الفرن. هنا بقى انا بزود المية وبكمل عجن. هو هياخد منك شويه عجن، بس اهم حاجه والخطوه المهمه جدا جدا ان انت بعد ما العجين بيلم وتعجنيه كويس وتسيبيه، بتسيبيه يرتاح من قيمه ربع ساعه نص ساعه. كل ما العجين يرتاح كل ما يديكي نتيجه حلوه. انا هنا مش هقعد بقى احط كوره جوه كوره ولا الكلام ده، لا انا عايزه اعمل حاجه سهله كده نتعشى بيها يعني. اتفضلوا معايا شاي. شايفه؟ انا بحاول اعجن بقى لحد ما العجينه تطلع من ايدي وتطلع من الطبق. هنا انا حسيت ان انا زودت ميه، فهرش رشه دقيق. ما تخافيش خالص، يعني ما تخافيش من العجينه. انا من الناس على فكره اللي بيخافوا من العجينه انها ما تظبطش معاهم او ما تختمرش او الحاجات دي كلها. بس بقيت اجرب الصراحه، لان طبعا الظروف الاقتصاديه جميله زي ما انتم شايفين كده، فلازم تجربي كل حاجه في بيتك. يعني مش معقول انزل اجيب الفطير الشرقي دلوقتي دخلت في 60 جنيه. فانا هعملها في البيت بامكانياتي المحدوده، هتطلع معايا جميله وهنتبسط وهنبقى كلنا فطير مشلتت وكل حاجه، ومش هتكلفني نص ثمنها. السمنه كده كده موجوده عندك، الدقيق كده كده انت بتجيبي الدقيق بكميه. بس يا ستي هتبداي بقى تعجني كويس جدا لحد ما تحسي انها خلاص بقت كرة لينه كده وسهله التعامل، هتلاقيها ملبن كده في ايدك. انت هتحسي بالتكستر بتاعها، من الملبس بتاعها، الملمس بتاعها، الملبس. تحسيها حلوه كده ناعمه في ايدك. تمام. هيما جاي بيقول لي بيب. ماسك الخروف من ودانه، بيقول له مئمئ. بس يا ستي هنا بصي، زي ما انت شايفه كده، اللهم زد وبارك، بقت عامله زي العجينه. بقت عامله زي الملبن، جميله جدا جدا جدا. وطلعي غيظك بقى، اعجني بقى وفاهمه اديها باللكاكيم والشلاليت والبواني وكل حاجه، طلعي غيظك ما تسيبيش. يا جماعه الفكره هنا ان انا بقول لكم الوصفه بطريقه بندردش فيها مع بعض. اللي عنده حكايه يقولها لنا في الكومنتات كده، يعني حكاياتنا في المطبخ ما بتخلصش. يعني حكايتك انت وسلفتك، مثلا جبتي سلفتك من شعرها ربطيها بالشلوت، اي حاجه. الفكره هنا ان احنا ندردش واحنا في المطبخ، يعني ما تقفيش في المطبخ ساكته كده. بعدين حطيت شويه زيت صغيرين
في الطبق اللي احنا عجننا فيه، وبعدين حطيت العجينه وحطيتها ايه، قلبتها كده في الزيت، قلبتها الناحيه دي والناحيه دي في الزيت، وسبتها بقى ترتاح شويه، سبتها حوالي نص ساعه. عايزه تسيبيها في التلاجة اوكي، عايزه تسيبيها على الرخامه اوكي، زي ما انت عايزه، بس خليها على الرخامه، الدنيا ساقعه. هنا بقى هنرش دقيق على الرخامه او على اي حاجه انت انا هنا رشيت على المفرش، وبعدين همسح برضو مسحه دقيق على الشبك او على النشابه يعني. بحاول الكهرب عادي، ما تاخدوش في بالكم. هنبدأ نفرد كده على قد ما ربنا يقدرنا يعني. افرديها، مش عايزاكي تفرديها فرد يعني فظيع، لا انا عايزاها تكون عادي يعني، فردها مش تخين قوي ومش رفيع قوي، سمك بتاعها ما يكونش رفيع. انا كده كده يا بنات مش هعمل لها توريق بقى واقعد افرد وكده، لا. هي شايفه اهي زي ما هي اهي. بدات اجيب بقى اللي هي نص كوبايه الزيت على السمنه، وقلبتهم كده مع بعض، وبعدين زي ما هي حتى جمدت من السقعه، وفردتها بايدي على العجينه كلها. فردت نص او ربع الكميه، عشان طبعا لسه فيه هنضيف تاني، بس يعني استنوا معايا لحد الاخر وهتشوفوا دلوقتي. وهنبدا نرولها كده، نعمل لها رول كده، نلفها، نلف العجينه رول. ده هيعمل لها توريق من غير بقى ما تقعدي تفردي وتورقي ولا الكلام ده. ده في حد ذاته بيعمل توريق في العجينه. هتقفليها بس كويس عشان انا مش عايزه السمنه اللي فيها تطلع. قفليها كويس جدا واعمليها بقى ايه، رول كده. تمام، وهنحطها في الطبق ونسيبها ترتاح تاني حوالي ربع ساعة. هنا بقى انا ايه، فردتها وبعدين طبقتها اتنين. تمام، وبعد كده فردتها تاني وحطيت بالفرشة، بس المقطع ده ما تصورش، حطيت بالفرشة وهبدأ بقى ايه الف كده زي ما انت شايفة، الفها كده، اخد من الطرف من الاربع طروف وادخلهم جوه بعض كده زي ما انت شايفة، وهقفلها. ماشي، وهسيبها ترتاح بقى شوية، وبعد كده هنفردها فردة واحدة. بعد ما ترتاح هنفردها فردة واحدة ونحطها في الصينية، ونمسحها برضو بفرشة فيها سمنة. كل ده على فكرة أنا ما خدتش كمية السمنة كلها أصلا. طبعا أنا هنا في المقطع بتاع البوتاجاز ده ما تصورش لأنها اتاكلت أساسا، فأنا ما قدرتش أصوره لكم الصراحة. وهنا كان عندي حتة قشطة كده بتاعت وش اللبن، رحت حطاها على الوش وفردتهم في الصينية زي ما انت شايفة كده. أنا مش فردهم فرد يعني قوي، أنا فردهم فرد سميك شوية، ودخلتهم قعدوا في الفرن حوالي 10 دقايق ربع ساعة في فرن 200 درجة، وطلع زي ما انت شايفة كده. بصي في منتهى الجمال. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير الكتير، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ويا رب الوصفة تعجبكم. اعملوها بقى بالليل في جوع اخر الليل، جوع الفطار الصبح، مش عايزة تفطري بقى سندوتشات جبنة، لا اعمليها كده هتعجبك قوي، هتعجبك قوي قوي قوي، وغير مكلفة نهائي. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر بجد. ميرسي جدا لكل اللي بيتابعني، وبشكركم من كل قلبي. انتوا اخواتي الغاليين، ويا رب دايما تكونوا احسن مني، وان شاء الله تطلع احسن ما انا عملت بكتير، وربنا يوفقكم. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.